في فرق كبير بين انك تنتقد او انك تهاجم. النقد الحقيقي بيحاول يصلح مو يكسر، بيشوف الغلط وبيحكي عنه باحترام وبيكون هدفه فقط الإصلاح. أما الهجوم فهو غالبا ما له علاقة بالإصلاح نهائيا، هو مجرد تفريغ غضب أو استعراض أو حتى أذية. النقد بيحكي عن الفكرة، أما الهجوم بيحكي عن الشخص. النقد بيعطيك حل أو على الأقل بيوجهك، أما الهجوم بيتركك بحالة شك وضياع وتعب. المشكلة اليوم إنه كثير ناس عم تلبس الهجوم اسم نقد وتمشي فيه بين العالم كأنه كل شيء طبيعي، بس الحقيقة اللي بدنا نعرفها يا أصدقائي، مو كل حكي قاسي اسمه صراحة، ومو كل انتقاد هو نية صافية. قبل ما تحكي اسأل حالك، أنا عم حاول صلح ولا عم حاول هاجم؟ وسلامتكم.